السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين نتكلم على موضوع مهم جدا، الا وهو النال سيفتي، وهنعرف يعني ايه النال سيفتي. النهارده هنتكلم على واحده من اهم الحاجات اللي الناس كتيره بتتلخبط فيها في بدايه تعلمها لفلاتر او دارت، ودايما بتظهر اخطاء مش عارفينها اللي بتخليك تقول هو ايه النال ده. الحلقه دي هتخليك تفهم يعني ايه نال سيفتي، وليه ظهرت، وازاي تستخدمها صح عشان تتجنب الكوارث اللي بتحصل بسببها. خلينا نبدأ ببساطة. زمان قبل ما يضيفوا النال سيفتي في الدارت كان ممكن يكون متغير بنال، يعني ممكن تكتب كده string name واقول له اطبع لي النيم دوت اللينس بالشكل ده. طبعا ده هيكسر البرنامج لان النيم ملهوش قيمة اصلا، ولو جينا دوسنا على كلمة نيم هتلاقي the non-nullable local variable names must be assigned before I can be used. يعني هو بيقولك كده ان ده قيمة بنال، لان البرنامج بيحاول يجيب لينس من حاجة مش مفهومة. وهنا جت لغة دارت وقالت ان احنا مش هنسمح بحاجة تاني زي دي. من اول اصدار تقريبا 2.12 دارت قالت كل متغير لازم يكون ليه قيمة غير النل، الا لو انت بنفسك قلت له ان ممكن يكون بنل. طب ازاي؟ بنضيف علامة استفهام بعد الداتا تايب، يعني بنيجي بعد كلمة string وندوس shift ظا. كده ضغط فهمت ان النيم ممكن يكون فيه نل. طيب لو المتغير ممكن يكون بنل وعايز اتعامل معاه، نتعامل معاه ازاي؟ ضغط بتديك ادوات تقدر تستخدمها زي ما قلنا قبل كده. ممكن تعمل تشيك على ال variable، يعني ممكن تعمل كده هنقول if name not equal null اطبع لي name dot. ده اول حل، ان احنا نعمل تشيك باف. طيب تاني حل ممكن نعمل برضو يعني حاجة مختصرة، حاجة اسمها null aware operator. بتكون عاملة ازاي؟ بنكتب مثلا هنا print name ونحط هنا علامة استفهام دوت اللينس. ده الشكل ده اسمه null aware operator. هنا لو النيم بنال مش هيكسر البرنامج او مش هيدي exception، وهيطبع النال وخلاص. في حاجة اسمها القيم الافتراضية. طيب عندك كمان حركتين جامدين جدا ممكن نستخدمها بدل النال. ممكن نعمل لو جينا هنا قلنا print name، ممكن تعمل double question mark وتديله قيمة افتراضية، وليكن ده معناه لو القيمة بنال حط القيمة الديفولت اللي احنا حطيناها مكانها. طيب تعالى نمسح دول. ممكن هنا نيجي نقول له النيم double question mark ونقول له هنا مثلا وليكن نديله قيمة. لو جينا هنا قلنا له print النيم هيطبع معانا عادي ومش هيدينا اي exception، وبكده تبقى دايما ضامن ان الكود مش هيدينا exception ابدا. طيب المتغير الاجباري او اللي احنا بنستخدم فيه keyword اسمها late. طب ساعات بنحتاج متغير هيتحدد بعدين بس مش عايزين نزعل الكود. طيب بنستخدمها ازاي؟ تعالى نمسح ده، نكتب هنا late، هنقول له string اللي هي الداتا تايب، هنقول له name. تعالى نمسح اللي فوق دول. تمام. لو جينا هنا قلنا له النيم بتيكوال حازم، نقول له هنا print name. كده انت بتوعد ضغط ان المتغير دوت هيتحدد له قيمة قبل ما تستخدمه، يعني قبل ما اجي انا هقول له اطبع لي النيم انا اديته قيمة على طول. وده يا سيدي كان شرح النال سيفتي في ضغط باختصار. باختصار هي ميزة بتحميك من المشاكل اللي ممكن تحصل لما تتعامل مع النال وتخلي الكود اكتر امان. لو فهمت الحلقة دي انت كده عديت مرحلة كبيرة جدا وفي طريقك لفهم فلاتر بشكل كويس جدا. ما تنساش تعمل لايك وتعلق وتقول لي رأيك وتشترك في القناة عشان يوصلك باقي الحلقات أول بأول. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.